ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. النهارده ان شاء الله جايبه لكم زبده بلدي. الزبده هنسيحها سوا مع بعض. واحده حبيبه قالت لي انا عندي واحده بتبيع زبده حلوه يا ميسر، زبده بلدي جاموسي حلوه. قلت لها هاتي لي 5 كيلو. بركه ربنا دولت 5 كيلو. بصوا اهو 5 قوالب اهو. شايفينها؟ القالب ده يعني ده خضه، الخضه دي كيلو اهي. شايفينها؟ بصي جايبها لي ازاي متغلفه بكيس اهو. في قلب الكيس اهو ماشي، ومتغلفه. وفي قلب الكيس حطاها في كيس تاني، وانا كنت حطاها في الفريزر طلعتها بصوا مجمده اهي. هفكها من الاكياس دي وهنسيحها مع بعض على البوتاجاز. بصوا حبايبي استنى افكها لكم. انا بس ماسكه التليفون بايد واحده. كل خضه حطها لي في كيس اهي. انا بحاول افك واحد برضو لسه مجمد اهو. بصوا اهو. لسه جامد برضو اهي. حبايبي اهي. بصوا حبايبي انا فكيت اهو من الاكياس. قطعت الاكياس كلها، سبتها لما هديت شويه. بصوا فكيتها من الاكياس اهي. بصوا الخضه عامله ازاي ببركه ربنا اهي. شايفين؟ يعني دي الخضه دي كيلو ماشي. يعني دولت اهم سيحتهم اهوت من الكيس، خليتهم يفكوا شويه. وهنجيب حله ونحطهم مع بعض ونجيبهم على النار. بصوا اهي. نجيب حله كبيره كده اهو، هنسمي بسم الله ونقول ايدك يا رب معانا. بصوا اهو يا حبايبي، هي برضو مجمده يا دوبك فكت حاجات بسيطه بس. وهحطها على النار واقول لكم هنعمل ايه تاني. بصوا حبايبي انا حطيتها على البوتاجاز اهو ماشي. اول ما فكت رحت حطها على البوتاجاز وتهدي النار ماشي عشان ما تفرش. ولازم تحطيها لو بركه ربنا كميه زي اللي انا جايباها دي 5 كيلو، حطيها في حله كبيره. بص انا حطاها في حله قد ايه ببركه ربنا، حله كبيره. لو انت ما عندكيش حله كبيره اقسميها على حلتين، يعني حطي قلبين هنا وقلب هنا ماشي. الخضه دي او القلب دي ده كيلو زي ما قلت لكم ماشي. تروح تقسمها على حلتين وتخلي النار هاديه لحد ما تسيح، واقول لكم هنعمل ايه مع بعض عشان ما تفرش. وخساره ده سمنه بلدي واحنا في دخول الشتاء. اواني السمنه البلدي احلى سمنه تخزنيها اللي هي سمنه الجاموسي وفي دخول الشتاء ماشي يا حبيبتي. وبالف هنا وشفا. هتسيح واقول لكم هنعمل ايه تاني. بصوا حبايبي ادي السمنه اهي. انا قلت لكم ايه، هديت عليها الاول عشان ما تلزقش في الحله وتشيط لان كانت متلجه. بعدها وقفت على البوتاجاز. يعني لو انت هتسيبيها خليها هاديه، هتقفي جنبها شويه. علي ووطي علي ووطي لحد ما تفك خالص وتسيح. بصوا بركه ربنا ساحت ازاي. شايفينها؟ انا اهي بوريلكم خطوه خطوه عشان اللي حب يسيح السمنه زي ما قلت لكم اهو. اما يكون متلجه تهدوا عليها شويه. طب لو كانت مثلا جايباها على طول من الست اللي بتبيع الزبده برضو عشان ما تشيطش خساره. انت عارفين الحاجه غاليه. شوفوا الكيلو وصل بكام دلوقتي ماشي. والناس ما بتجيبش كل يوم، يا ده بتجيب خزين كل سنه مره واحده. بصوا ببركه ربنا شايفين اهو. اهو انا كده واقفه جنبها، عليت شويه. اول ما تسيح خالص بس وانا واقفه جنبها هروح مهديه. مشيتي اشتغلتي في حاجه في في اي طلب هدي على طول وسيبيها مع نفسها. بس كل يعني 10 دقايق 5 دقايق تبص عليها عشان ما تشتش ماشي يا حبايبي. كل خطوه هوريها لكم. بصوا يا حبايبي بصوا. بصوا السمنه داخله في السوا اهي. شايفينها اهي؟ بصوا ببركه ربنا طول ما انتي واقفه على البوتاجاز او سايباها وترجعي لها تروحي بصي عامله الحروف كده اهو. شايفينها؟ وتروحي مقلبه. الريمه دي كده كده هتشل لوحدها ما تخافوش. هي كده لسه السمنه نيه. شايفينها اهي؟ لسه يعتبر لسه زبده يا دوبك فكت بس. بصوا يا دوبك حاجات بسيطه اللي فاضله اهي. بصوا انا بوريكم هي ساحت، فاضل حاجات بسيطه بس القوالب اهي. بصوا استنى اطلع لكم اهي. بصوا اللي فاضل حاجات بسيطه خالص. شايفينها؟ زي ما قلت لك خليكي واقفه لحد ما تفك.
مستعجله وراكي حاجه تروحي مهديه وسايباها. هي انت لما بتهدي بتطول شويه معاكي، بس معلش هتطلعي سمنه وحته السمنه زي العسل، ومش شيطه ولا محروقه، ومش هتحطي فيها اي حاجه خالص. احنا مش هنحط ملح دلوقتي، هنحط ملح في الاخر. بس زي ما قلت لك تيجي كل شويه تقلبيها من تحت كده، شايفه؟ بصي الصوت بتاع المعلقه اهو، تقلبيه عشان لو ربنا سهلها ان شاء الله واستوت باذنك انت يا ربي. بصوا هي لسه زبده. المرطه ما تتحرقش، هتطلع لك مرطه زي العسل. ولما نيجي نحط الملح هقول لك حطيه في اوان امتى، يعني في اي وقت فين ليها وقت تحطي فيه الملح، يعني ما تحطوش دلوقتي. شايفاه اهو اهو، انا وريتها لك بس خطوه خطوه عشان ما فيش حاجه تتوه منك وفي الاخر تقولي ميسه ما قلتهاش. والنار هاديه، ماشي حبيبتي؟ زي ما قلت لك، حبيتي مستعجله عليها مثلا وتقولي لا ده انا عايزه اسويها بسرعه، اقفي عليها بس عشان المرطه ما تغمقش وتتحرق معاكي، لان المرطه برضو ممكن تاكليها وتعملي بيها اي حاجه تاني، وهقولك تعملي بيها ايه. شايفاها اهي، هي كده خلاص ساحت كلها. كل اللي انا عاملاه ان انا مهديه، ماشي؟ خطوه خطوه واوريها لكم ان شاء الله. بصوا حبايبي دخلت في السوا اهي، انا وريتها لكم اهي. انا كده مهديه النار، مهديه النار على الاخر خالص. وبصوا بوريكم الريمه بتاعتها. بصوا لما تلاقوا الوش بتاعها كله ريمه كده اهو مريمه، شايفينها؟ بصوا الريمه قد ايه دي، بتبقى كلها لبن. دي هتاخد سوا معايا عشان ما حدش يفكر ان ايه السمنه بتاعته بايظه ولا ايه مش هتستوي. لا يا حبايبي هي هتستوي اهي. بصوا اهي دخلت في السوا اهي، بس الريمه دي كتير ده بتبقى لبن، ماشي حبايبي؟ عشان ما حدش يفكر ان هي ايه باظت ولا حاجه. لا يا حبايبي سيبوها برضو، خلوا النار عليها هاديه وهي هتستوي معاكم. بس اللي تلاقوها ريمه كتير كده بيبقى اكترتها ايه لبن، هتاخد معاكي سوا شويه. واللي تلاقوها الريمه بتاعتها قليله وحبه صغيرين دي مش هتاخد معاكي سوا، لكن دي اللبن بتاعها كتير. انا حبيت اوريكم خطوه خطوه عشان ما حدش يقول لي ايه ده السمنه باظت ولا حاجه، لكن دي ايه لبن. ماشي حبايبي؟ هتخش في السوا واوريها لكم برضو ان شاء الله. السمنه كده استوت، شايفينها؟ بصوا رقت ازاي، بصوا شايفين كده استوت. بصوا على اللون بتاعها اهو، اللي تحت ده مرطه اهو. لسه انا مش عايزه اقرص عليها في السوا عشان المرطه ما تتحرقش والسمنه تغمق وبعد كده تبقى مرره. شايفين اللون بتاعها اهو زي الزيت بالظبط، شايفينه اهو كده. انا هطفي عليها، ماشي حبايبي؟ اهو انا استنيت لحد ما الريمه استوت خالص. بصوا انا كده اهو طفيت. طبعا لسه قدامها ربع ساعه عمال ما الموضوع ده يهدى. شايفينه اهو السخونيه والحاجات اللي هي بتستوي دي قدامها ربع ساعه، يعني تعملي حسابك في ربع ساعه، لان كده كده اعتبر على نار هاديه. بعد ما تطفي فين وفين، انت عارفه السمنه بتاخد وقت عمال ما بتهدى، ماشي؟ يعني تعملي حساب ربع ساعه. طبعا انا خدت مني وقت، انتوا عارفين ان انا صريحه معاكم مش بخبي عليكم حاجه. هي خدت مني وقت، خدت مني وقت ليه؟ عشان فيها لبن ولازم تهدي عليها زي ما قلتلك. انا هديت عليها وسبتها براحتها عشان اللبن ما يتحرقش والمرطه تتحرق. ولازم زي ما قلتلك ايدك فيها على طول وتقلبيها عشان المرطه ما تلسعش، لان ممكن تمرر وممكن ايه تتحرق المرطه. خلاص انا كده السمنه بتاعتي الحمد لله نشكر ربنا لحد ما اللبن بتاعها نشف واستوى. شايفين ده كله سمنه اهو، شايفين المرطه من تحت اهي. ولسه لما تبرد اهو، بصي ابتدت تهدى اهي، لسه لما تبرد هتشوفوها كمان اهو. بصوا بركه ربنا. شايفين انا هعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي هعمله ان انا هحط لها معلقه ملح معاكم. طب ما حطيتيش ليه في السوا؟ لا هقول لكم. بصوا يا حبايبي انا جبت الملح اهو، بصوا هحط معلقه صغيره زي دي. طب ايه ده يا ام ياسه انت ما حطيتيش ليه وهي بتستوي؟ لا احنا ما بنحبش فيها ملح كتير. امي الله يرحمها كانت بتحط ملح وبتحط ايه فلفل اسمر، ماشي؟ انا ما بحبش احط ملح كتير لاني عندي عيالي بيحبوا المرطه، ماشي؟ هتهدى تاني اهي. انا بحط معلقه، اللي عايز يحب يعني يكتر الملح بتاعه براحته. لو هو يحط المرطه في المش، لو يحطها في المش يحط معلقتين ملح كبار اللي هم بتوع الاكل، لكن انا حاطه من اللي هي الصغيره دي، شايفينها اللي هي المعلقه الصغيره بتاعت الشاي. لكن انا هعملها للعيال، العيال بتحب تغمس فيها، يا اما اكسر لهم عليهم ايه بيضتين. لكن لو انت عايزه تحطيها في المش حطي ملح زي ما انت عايزه بس. وبحطه ليه دلوقتي بعد ما بطفي؟ عشان الملح مع المرطه بيتحرق، ماشي حبايبي؟ بعد ما تبرد هوريها لكم ان شاء الله.
بصوا يا حبايب قلبي، دي السمنه اللي قلت لكم عليها. بصراحه ربنا، بصراحه ربنا، حبيبتي صاحبه بنتي بسبوسه هي اللي قالت لنا على السمنه البلدي دي، وعرفتنا على مامتها وخلتني جبتها. ربنا يخليك يا ام كرولوس انتي وبسبوسه. السمنه حلوه، وفعلا انتي قلتي لي سمنه انا واثقه منها وانا بعملها في بيتي. ربنا يبارك لك. ادي الناس الكويسه اللي فعلا ما، لان قبل كذا مره اتغش من السمنه دي بالامانه، والاقيها يا اما فيها بطاطس مهروسه يا اما فيها ايه، دقيق. لكن بصراحه ربنا لما بقول لها قالت لي لا ما تخافيش يا ياسا، انا هجيب لك 5 كيلو زبده ان شاء الله حلوه. الله يبارك لك يا ام كرولوس، وتعيشي وتجيبي لي وتعيشي لكل سنه حبيبتي. مع السلامه. ادي السمنه اهي ببركه ربنا بردت خالص اهي. لازم تحطيها بارده عشان ما تعملش عرق كده وزي الندى وميه وتعمل ايه، عطونه. ماشي حبيبتي. اهي ادي السمنه اهي، ريحتها بالامانه قلب الشقه، ريحتها جميله خالص. كل اللي هنعمله هنجيب صينيه زي دي كده اهو، وهنجيب برطمان زي ده. ممكن تحطي بالكوبشه زي دي، لكن انا هعمل ايه، هجيب كوبايه وتحتها طبق زي كده، وهغرف واقول بسم الله اهو، وافضي على طول. شايفين اهو. بصوا حبايبي لازم يكون بارده خالص. ماشي حبيبتي. نجاح السمنه زي ما قلتلك، الحله اللي هتحطي فيها الزبده يكون مدعوكه حلو ومبخراها على النار. يعني ايه مبخراها يا ياسا؟ يعني مطهراها على النار، مخليها فيها نقطه ميه. ادي اول نجاح. تاني نجاح، برطمان زي ده تجيبيه برضو تغسليه وتعقميه على النار، بس خلي بالك عشان ما يسحش منك، لان قبل كده برضو ايه، سرحت مع العيال في الكلام، سح مني على النار. فهمتي؟ يا دوبك بس يتعقم حاجات بسيطه على العين، وتسيبيه برضو يتهوى، وتروحي ايه، يبرد خالص، ما يبقاش فيه نقطه ميه، لان نقطه الميه هي اللي بتعمل ايه، عفونه. ماشي يا حبيبتي. ادي اهي السمنه وريحتها حلوه وجميله. انا قلت لك على النقط اللي هي بتبوظ السمنه، سواء الحله او البرطمان. ولما تيجي تستعمليها ابعديها عن الميه خالص، ولما يكون ايدك مبلوله ما تخليش تنقط فيها عشان ما تعملش ايه، عفونه. ماشي حبيبتي. انا هملى البرطمان ده وهوريكم الباقي. بصوا حبايبي ادي السمنه اهو ببركه ربنا. البرطمان ده اتملى والبرطمان ده ايه، اتملى بس مش مليان قوي. بصوا بقى حبايبي، دوت انا عاملاه عشان هستعمل منه. هي دلوقتي لسه سايحه، هحطها في التلاجة عشان تجمد، بس انا طبعا عشان اخلص لكم الفيديو قلت ايه، هخلص معاكم وبعد كده تجمد براحتها. كده كده الجو ساقع واحنا في طوبه. ماشي حبايبي. ده بقى لما تلاقي البرطمان بتاعك عايزه تقفليه وما يدخلوش هوا، حطي كيس. شايفاه اهو، ما تخافيش، مش هيحصل السمنه، وفي نفس الوقت تبعديه عن الميه اهو. تحطي كيس وتروحي قافلاه يا حبيبتي. ماشي. ادي السمنه اهي، واوريكم كمان المرطه. بصوا المرطه عشان انا كنت مهديه النار زي ما قلت لكم. ده كمان كل ما تقعد بتطلع سمنه اهي، شايفينها؟ بس انا ما صفيتهاش قوي عشان انا محتاجه، وقلت لكم هعملها ايه، بيض مكسر للعيال. ماشي اهو. شايفين المرطه اهي، طعمها جميل وريحتها مش قادره اقول لك. لو حبيتي تحطيها في المش زي ما قلت لك، زودي الملح وحطيها في المش، بس طريقه المش هعمل لكم فيديو من على المرطه. ماشي حبايبي. ادي المرطه وادي السمنه، وبالف هنا وشفا ليكم ولينا. انا عملت لكم من البدايه للنهايه. وما تنسوش اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس يوصلكم كل جديد من ام ياسا، ولو في حاجه ابعتولي وانا اعملها لكم. مع السلامه حبايبي.